امبارح الثلاث كان عندي اجتماع في منطقة الحكام القاهرة من الساعة 5:30 لحد 8:30. أنا في الاجتماع احتراما للاجتماع كنت قافل الموبايل. بعد ما أنا ما خلصت الاجتماع اللجنة عرفت إن أنا في اجتماع، فكلموني على تليفون أحد الزملاء. فلما كلموني قالوا لي إن أنت عندك مباراة بكرة، فأنا قلت لهم يا جماعة أنا بعد إذنكم إن أنا أصلا ما أقدرش إن أنا ألعب مباراة تاني يوم. وهم على فكرة هم عارفين برضو النقطة ديت، فعشان كده كان الكابتن عصام صيام كان بيتكلم بشكل يعني قبل ما يبلغني اساسا كان مدي برضو الاحتماليه دي، وكان مجهز نفسه ان في حد تاني، فكان بيجمل الموضوع وقال ان احنا مستنيين رد حمدي، مع ان اصلا انا ما كنتش لسه اتبلغت. فلما حصل كده قلت لهم يا كابتن انا بعتذر عن المباراه، لان انا لازم اعرف قبلها بيوم، لان انا عندي شيء معين لازم اعمل تدليك لرجليا بشكل معين واحط البلاستر. بعمل تدليك بشكل معين وبحط البلاستر وبلعب الماتش تاني يوم، فلازم اتبلغ قبلها بيوم. عشان كده ننزل المباراه يكون الجماهير دي كلها مشحونه من بعض القنوات، بتبدا المباراه بافظع الالفاظ من قبل حتى ما تبدا. تنزل الملعب بعض الاجهزه اللي هي مش مدركه الموقف دلوقتي وخطوره الموقف في مصر، تلاقيها بتسير بعض الجماهير. بعض اللاعبين برضو اللي هم مش مدركين بالموقف بيسيروا بعض الجماهير. بتاخد انت اي قرار تلاقي بعض الاجهزه تروح جاريه على الكاميرا القريبه اللي في الملعب عشان تشوف القرار صح ولا غلط. بعد اذا ما عرفش يوصل للكاميرا بين الشوطين يكون جاله تقرير في المباراه، القنوات الفضائيه الاستوديو ده قال ايه والاستوديو ده قال ايه والاستوديو ده قال ايه. تنزل المعاناه الشوط الثاني نفس المعاناه، تخلص المباراه تلاقي نفسك محطوط على المشرحه، وانت في اثناء المباراه من اول دقيقه لاخر دقيقه انت متوقع مع اي قرار ليك المباراه ما تكملش، وتبقى انت برضه